اديك مثال ثاني. قبل 3 يوم المؤتمر الوطني المحلول طلع رؤيه سماها مقترح اجنده المستقبل لليوم واليوم التالي، ما عارف قريتها ولا لا. في الرؤيه دي كتب فصل عن الاجنده الاجنبيه. قال فيه شنو؟ قال في الذهن استقواء حمدوك البعثه الامميه، فرض قوانين وتشريعات ودستور ومناهج تعليم ومنظومه قيم اجتماعيه وثقافيه دخيله على موروثاتنا القيميه، واتفاقيات اقتصاديه تستهدف الاستحواذ على ارض السودان في الجزيره والفشقه وغيرها من اراضي السودان وكل ساحل السودان على البحر الاحمر. انا حافند لك الموضوع ده لانه كذب من اوله لاخره. طيب استخدام حمدوك للبعثه الامميه هم بيعتبروه تدخل اممي او تدخل اجنبي. طيب في حين انه نظامه استخدم اكبر بعثه، ثاني اكبر بعثه في تاريخ الامم المتحده اللي هي اليوناميد، واستخدمها تحت شابتر 7 اللي هو استخدام القوة العسكرية، وكان في أكثر من 25 ألف جندي، وقعدت في السودان من 2007 ل 2020 تقريبا. كويس؟ ده كله نسوه وما اعتبروه تدخل خارجي. البعثة اللي استدعاها حمدوك هم يعلموا انها تحت شابتر 6 وكانت فقط لادفايزنج وللمساعدة في عملية الانتقال. قالوا الفترة الانتقالية فرضت قوانين وتشريعات ودستور ما حقيقي. الدستور ده هو الآن الحاكم اللي احنا ذاتنا لفظناه، والوثيقة الدستورية اللي بيحكم بها الجيش. هسه هم ما يقدروا يقولوا فيها حاجة. الآن الجيش اللي عمل لها التعديلات دي هي دي الوثيقة الحاكمة. هل الوثيقة دي فيها أي شيء بيخالف للقيم الاجتماعية والثقافية الداخل ودخيلة على موروثاتنا القيمية؟ ما فيها أي حاجة. طيب قال عقدت اتفاقيات اقتصادية تستهدف الاستحواذ على أرض السودان في الجزيرة والفشقة، ودي أكبر أكذوبة. وأنا من موقعي ده في برنامجك ده يا عزام أتحدى أي شخص يجيب وثيقة أو معلومة عن إنه حكومة الفترة الانتقالية فرطت في السيادة الوطنية عبر مشاريع لأي دولة ولأي كيان كان. يجيبوا مشروع واحد. الحقيقة اللي هم ما قادرين يتكلموا عنها إنه حكومة الانقلاب هي اللي عملت ميناء أبو عمامة. جبريل الأسا موجود ده وزير وقع على اتفاقية أبو عمامة دي في غياب البرلمان وفي غياب الشعب السوداني، ومحتواه شنو ما معروف للشعب السوداني. حكومة الفترة الانتقالية لم تفرط في شبر واحد من أرض السودان، وفي الجزيرة أو في الفشقة، وكل ساحل السودان قاعد على البحر الأحمر بكل عدم اختشى. هم أدوا قاعدة للأتراك وهسه بيتفاوضوا على قاعدة، وكان البشير مشى في جلسته الخنوعة ديك مع بوتين عشان يدوهم قاعدة. ومش كده، وزير الخارجية الحالي ده طلع قال ان احنا عندنا 700 كيلو على البحر الاحمر، قال رايه الشخصي انها تعرض لاي دوله دايره قاعده تيجي تاخذ، امريكا، فرنسا، روسيا، اي دوله يدوها. طيب شابتر زي ده او فقره زي دي كلها مليئه بالاكاذيب وبالتضليل. ده ديدن الحاجه الماشيه. طيب انا اديك مثال ثالث يا عزام. صحفي برضه مساند لموضوع استمرار الحرب ومن دعاة الوقوف مع الجيش وكذا، كتب قال عملية تحرير الرهائن المصريين من قبضة ميليشيا الدعم السريع في قلب العاصمة بواسطة وحدات خاصة من قوات جهاز الأمن والمخابرات العامة مسنودة بوحدات من الجيش السوداني، هذه العملية الاستخباراتية الدقيقة والمعقدة والتي لاقت نجاحا كاملا بحيث استطاعت المخابرات العامة السودانية إنقاذ كل الرهائن أحياء وبدون إصابات وبعد ما يقارب العامين من الاعتقال، تستحق قال هذه العملية أن تدرس وأن تحفظ في أرشيف المخابرات الدولية كواحدة من أعقد وأنجح العمليات. طيب طلع واحد من الرهائن على قناة الجزيرة قال الجماعة دي الفكونا، لا كان في عملية استخباراتية ولا في تعقيد ولا كده، والصحفي ده ما كلف نفسه يصحح موقفه ده. طيب قس على ذلك الكثير جدا. وفي نقطة مهمة جدا أنا أقولها في الحكاية دي اللي هو موضوع الدعم السريع، لأنه ذكروا العراب بتاعهم أمين حسن عمر برضو بالتضليل وبالأرقام وبالأكاذيب. هم بيزعوا دائما يحملوا الفترة الانتقالية وقوى الحرية والتغيير إنها هي المسؤولة عن تقوية الدعم السريع في مغالطة واضحة للحقائق. طيب أمين حسن عمر في قناة الجزيرة قال إنه لما جاء سقط نظام البشير قوات الدعم السريع كان قوامه 19,000 جندي، وكان مسؤول منها شخص ثالث في جهاز الأمن. يعني الكلام ده في 11 أبريل 2019.
الكلام ده كذب صريح يا عزام. وانا حاقول لك هسه لو مشيت صفحه القوات المسلحه حتلقى السبت 13/5/2017 قوات الدعم السريع خرجت 16447 مجند. الكلام ده موجود في صفحه القوات المسلحه. يوم 12/4/2018 خرجت 2650 مقاتل، مجموعهم 19097 مقاتل. ده فقط في 17 و18. طيب يعني هل القوات دي اللي تأسست سنة 2013 ما كان فيها أي زول؟ ما كان فيها أي زول سنة 13 و14 و15 و16 و17 من الصفر؟ يعني ال 19000 ديل هم في تخريجين فقط. الحقيقة اللي هم ما بيقولوها إنه القوات دي لما سقط البشير كان قوام 70000 مقاتل. وأنا بديك المعلومة دي صادرة من قيادة قوات الشعب المسلحة. 70000 مقاتل. بدأ هو في 2013 7000 مقاتل، أضافوا لها 11000 حرس الحدود، أضافوا لها الترتيبات الأمنية بتاعت اتفاق الدوحة، وصلت حوالي 25. اتضاعفت في سنة 2017. في 2019 بقت 70000. ده كان القوة العسكرية. طيب القوة الاقتصادية يا عزام، القوة الاقتصادية اتبنت في زمن البشير، واتبنت مينلي 2015 من عاصفة الحزم، لما البشير خاطب قيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بأن يتعاملوا مباشرة مع قائد قوات الدعم السريع وليس عبر الجيش. وأموال الدعم السريع اللي كان بتجي من اليمن كلها كانت بتمشي لقوات الدعم السريع مباشرة. وغير كده التصديقات، بنك الخليج ده كان التصديقات بتاعت البنوك كانت واقفة. حازم الله يرحمه اللي هو كان محافظ بنك السودان عمل لهم استثناء لبنك الخليج، غير الشركه بتاعت الجنيد وجبل عامر ده كله. الاساس الاقتصادي ده بني في زمن البشير. العلاقات الدوليه اتبنت في زمن البشير، لانه اتفتحت مع الخليج ومع السعوديه زمن، واتفتحت مع الاتحاد الاوروبي. عمليه الخرطوم اللي بيتكلم عنها الدرديري وبيسميها عمليه لتوطين عرب الشتات، عملية الخرطوم دي في سنة 2017 100 مليون يورو تم دفعها من الاتحاد الأوروبي لقوات الدعم السريع لحراسة الحدود. كان فيها معدات وتدريب وتريننج وأجهزة وكله. والدرديري ده خشمه ما فتحه، كان هو مسؤول العلاقات الخارجية في المؤتمر الوطني، وكان وزير الخارجية، وكان بيحضر الاجتماعات بتاعت الخرطوم بروسيس اسمها، كان عملية الخرطوم. جاء الليلة قال دي كان عملية لزرع عرب الشتات في السودان. إذن القوى العسكرية والاقتصادية والعلاقات الخارجية كلها تم بناءها في زمن البشير. بعد الثورة هل يا عزام الحرية والتغيير هي اللي عينت حميدتي نائب لقائد المجلس العسكري؟ هل الحرية والتغيير هي اللي عينت حميدتي رئيس لوفد التفاوض مع القوى المدنية؟ هل الحرية والتغيير هي اللي خرجت الدفع الكثير اللي وصلت القوات دي لحدود 100,000؟ هل الحرية والتغيير هي ألغت المادة الخامسة من قانون الدعم السريع اللي كانت بتقول إنه رئيس الجمهورية له الحق في أي وقت إنه يعني يحلها؟ ما حصل. وبالمناسبة في أكذوبة ثانية في كلام أمين حسن عمر. هل تعلم إنه قوات الدعم السريع في أي يوم من الأيام بعد إجازة قانونها ما كانت بتتبع للقوات المسلحة إلا في حالتين، في حالة الطوارئ وفي حالة الحرب في منطقة العمليات الحربية. فقط في الحالتين ديل هي بتتبع للقوات المسلحة، لقانون القوات المسلحة، وبتخضع لقيادته. غير كده هي قوات مستقلة بقيادتها بموافقة برلمان الإنقاذ ورأس الدولة في الإنقاذ. لذلك طيب هذه الأكاذيب الكثيرة جدا بتمر، والبيئة الإعلامية كلها في غاية السوء، لأنه وسائل التواصل الاجتماعي دي يا عزام حاجة خطيرة جدا. يعني زمن جوبلز اللي تكلمنا عنه ده كان الوسائل شنو كانت؟ الإذاعة والتلفزيون إلى حد ما، السينما، الأدواء، الأشياء البسيطة دي. لكن الآن أصبح أي زول شايل تلفون في جيبه هو يعني وزارة إعلام متحركة، يستطيع يكتب أي شيء وما في أي زول بيحاسبه على الكلام، يكتب الكلام ونقيضه.
زي ما كتبت صحيفه الكرامه انه الزول ده مات، وتاني تيجي تقول الزول ده مريض، وهكذا. لذلك الاجواء يعني مسممه للغايه لكن يا للغايه. دكتور، يا استاذ بابكر، يعني انت بتتكلم عن انه حميتي وعمل وحميتي والدعم السريع وتطور وبتاع، ما جات سنه حمد طلعت قالت لك يا زول ان احنا النواب بتاعنا في البرلمان ككيزان رفضنا موضوع الدعم السريع ده. ده البشير يا هو العمل، لا احنا ككيزان مؤتمر وطني ما عندنا اي شغله معاه، تسالوا منه البشير الدعم السريع ده ما مسؤوليتنا. طيب كده انت عليك الله امشي شوف في التصويت بتاع البرلمان اللي رفضوا عددهم كم، عشان تصدق كلامه، عشان تشوف هل هم رفضوا ولا لا. طيب يجيز كيف؟ البشير جازوا براوي يعني، ما هو جيزه من هناك. دي واحده من الاكاذيب. طيب طبعا والله أنا ما عندي مشكلة في إنه يكون في قاعدة روسية وقاعدة أمريكية، ولو الفرنسيين دارين يجوا يقعدوا يعملوا قاعدة نديهم قاعدة و20 قاعدة، وكل قاعدة ناخذ منها مبالغ ضخمة جدا زي ما بيعملوا أخواننا الجيبوتيين، ونستفيد من إنه نزرع عليهم أكل وشراب ونعمل وخليهم هم القواعد دي تشتغل في بعض، ما عندنا مشكلة. المهم اتكلمنا واتفقنا في النهاية، ما فتحناش موضوع حلايب دي غير الكلمتين اللي نملكوا دول، لدرجة قلت له حبينا نعكسك شوية فوديت لك سرية مظلات عشان نرفسكم، مش عاوز اقول حاجة، فانتوا اتخضيتم وحطيتوا دفاع جو على بور السودان، واللي ضحك عليكم قال لكم ده مصريين جايين يحتلوا بور السودان. انا بحتل بور السودان؟ كفايه الحدود اللي عندي بعيش اللي عندي، مش ناقص اضيف حد عايشه كمان عليا. قال له والله يا اخي انا عاوز امسح الحدود دي باستيكه. قلت له ريح حد. نحن دائما نصر على اخواننا في مصر بان ينظروا الى يعني الى الخارطه السكانيه. انا المثال الذي اضربه دائما، ويعني سمعته ايضا من الرئيس البشير، يعني ان هنالك حوالي 1000 كيلومتر على النيل من الخرطوم والى حلفه يسكن فيها اقل من 1.5 مليون نسمه، وهنالك 1000 كيلومتر من أسوان إلى اسكندرية يسكن فيها 90 مليون نسمة. وقلنا أن هذا يعني لا يعقل، يعني لماذا لا يستفيد إخواننا المصريون من هذه المساحات الواسعة في الاستثمار ويعني طلب العيش مع إخوانهم السودانيين والفتح أبواب الرزق المختلفة. يعني أمريكا روسيا ودنا عذابها، أمريكا روسيا ودنا عذابها، علي إلا غيتها ضرابها، علي إلا غيتها ضرابها. فإحنا حقيقة يعني محتاجين كسودان لحماية من العدوان الأمريكي. В итоге мы нуждаемся в защите от وحسب مقال نيويورك تايمز فإن فاغنر بدأت نشاطها في السودان منذ عام 2017، بينما حصلت على امتيازات أكبر منذ استيلاء الجيش السوداني على السلطة في انقلاب أكتوبر الماضي. وتتلخص تلك الامتيازات في الترخيص لفاغنر بإنتاج كميات كبيرة من الذهب وتهريبه إلى موسكو بهدف تعزيز مخزون الكرملين من هذا المعدن لمساعدة بوتين على تقوية الروبل وتجاوز العقوبات المفروضة على بلاده بسبب حربه على أوكرانيا. وانطلاقا من غرب السودان تدير مجموعة فاغنر أنشطة مرتزقتها في الدول المجاورة مثل تشاد ومالي وليبيا، حيث الاحتياطات الهائلة من اليورانيوم. الحديث عن السيادة والكراء وغيره، والله ده حديث الاستهلاك السياسي. يا أستاذ أحمد، هل تصدق بأنه بينما
القوات المسلحة والدعم السريع بيقتتلوا الآن في السودان، الطرفين القوات المسلحة والدعم السريع لا زالوا موجودين في اليمن، ما بيقاتلوا في بعض، بيقاتلوا في طرف يمني آخر. يعني في السودان هم بيتحاربوا مع بعض، بيقتلونا نحن السودانيين. يعني في الخارج هم موجودين في مهمة لا لها علاقة لا بالسيادة ولا بالكرامة ولا بأي حاجة. يعني يا أستاذ أحمد، القوات المشتركة التي تتكلم الآن عن الكرامة والتدخل الخارجي، هذه القوات الآن هي آتية من ليبيا، ظلت تحارب كمرتزقة في ليبيا بالمال مع أطراف ليبيا ضد أطراف ليبيا أخرى. أليست ليبيا بلد مثل السودان تستحق أن لا تدخل فيها أطراف خارجية؟ أليست اليمن بلد مثل السودان لا تستحق أن تدخل فيها أطراف خارجية؟ كيف تتدخل هذه الأطراف في بلدان أخرى مقابل المال وتأتي في السودان لتحاضر السودانيين حول السيادة والكرامة وغيره؟